تسجيلات إمام الزمان تقدم. بلا شك عندما نتكلم عن الحب فهو أمر عظيم جدا. عندما تقول الحب فاعلم بأن أعظم ما في هذه الدنيا ما هو يا أهل السنة والجماعة هو الحب. لن نتعايش في هذه الدنيا إلا بالحب. فعندما سئل أحد الأدباء ما هو الحب قال هو الحب، وقيل لآخر ما هو الحب قال هو حاء وباء ولا تزد على ذلك. الحب هو الحب في الحقيقة، وأجمل الحب أن يكون الحب في الله. الحب في الله من أعظم الأمور عندما يكون الإنسان له أخوة يحبهم في الله. والله إننا نحبكم في الله يا أهل السنة والجماعة. فالحب في الله بلا شك أنه من أعظم الأمور. عندما توحد هذه القلوب لا تريد أموال، لا تريد أحبتي في الله من أجل نسب أو من أجل شكل، لا والله ما أحبك إلا حبا في الله، لأنك قريب من المولى جل وعلا، لأنك قريب من المولى جل وعلا، لأنك تريد ما عند الله. فهذا هو المبتغى الذي يسعى إليه كل مؤمن، لأن الحب في الله شيء عظيم جدا. عندما نتكلم عن الحب في الله ونعلم بأن هناك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لا إله إلا الله. فضل عظيم جدا. أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. الحب شيء عظيم جدا. عندما يأتي الحب ويكون للمتحابين السعادة والراحة والطمأنينة، فعندما نلاحظ من ابتعد عن هذا الحب يبحث عن أشياء دنيوية، يبحث عن أشياء دنيوية ما يحب إلا من أجل مال أو غرض دنيوي، فينتهي هذا الحب عند انتهاء هذا الغرض. لكن الحب في الله يستمر أحبتي في الله إلى أن تغادر هذه الدنيا، إلى أن تغادر هذه الدنيا. فما أجمل هذا الحب، الحب الحقيقي الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نلاحظ الحب العظيم، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يحبهم في الله، يحبهم في الله وهم يحبون الحبيب. فعندما خرج من المسجد يوم من الأيام وضع يده بيد معاذ بن جبل وقال والله إنني أحبك يا معاذ. فقال معاذ وأنا والله إنني أحبك يا رسول الله. يا له من حب عظيم، حب عظيم. وعندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم انظروا إلى المحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له من أحب الناس لديك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، ثم ذكر عمر ثم عثمان ثم علي. يحبهم في الله. ما كان لديهم من القصور ولا من الأموال، ولا كان لديهم أحبتي في الله يظن من المناصب، لا والله. لكن كان الحب الحقيقي بأنك تحب من كان ساجدا لله، من كان يمرغ أنفه ساجدا لله. أحبه لأنه يحب المولى جل وعلا، أحبه لأنه متبع لهذا الدين العظيم. هذه هي المحبة الحقيقية. فإذا تفاخروا بالأنساب فتفاخر بالقرب من رب العالمين. فإذا تفاخر في الأنساب من تفاخر فلنتذكر أحبتي في الله بلال، هذا الذي أحب هذا الدين وأحب الله وأحب النبي وأحب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله إنه الحب الحقيقي. وعندما نتذكر الحب الحقيقي كان هناك من أصحاب الحبيب ومن التابعين من يخرج الدم من جسده ويقول في المعركة والدم يخرج يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. من يقول هذا الكلام إلا والله من أحب المولى جل وعلا. أحبوا المولى جل وعلا فقدموا اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. ونتذكر عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه قبل المعركة يقول سعد بن أبي وقاص وهو يروي هذه القصة لأنهم عندما أحبوا الله قدموا كل شيء. يقول قبل المعركة يدعو يقول يا رب اللهم إنك تعلم أني أحبك فلاقي بيني وبين عدو لك شديد من الكفار
فيبقر بطني ويفقع عيني ويجدع أنفي ويقطع أذني، حتى إذا أتيت يوم القيامة فتقول يا عبدي لما فعل بك هذا؟ لما فعل بك هذا يا عبدي؟ فأقول فيك يا رب، فيك يا رب. أحبوا المولى جل وعلا فصدقوا مع المولى جل وعلا فقدموا كل شيء. فهنيئا لهؤلاء الأبطال، هنيئا أحبتي في الله لمن قدم وخدم لهذا الدين بمصداق المحبة. إذا حضرت المحبة نتذكر والله، نتذكر أحبتي في الله أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعلموا أشياء كثيرة بلا شك، تعلموا أشياء كثيرة. ويأتي في آخر الزمان أقزام يسمون الرافضة، هؤلاء الأقزام يتكلمون في أبو بكر، وهو من هو أحب الناس عند الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، قال أبوها. أقزام في آخر الزمان أحبتي في الله. يظهر لنا هؤلاء القوم ويتكلمون عن أبو بكر وعن عمر وعن عثمان وعن هؤلاء الأبطال. هؤلاء لو علموا أحبتي في الله هذه المحبة التي كانت بين أصحاب الحبيب ومع الحبيب، وكانوا يحبون ليس لغرض وإنما محبة في الله، كان بينهم الرحمة والتواضع والأخلاق، وتجد المحبة العظيمة. ومصداق ما نقول لكم نجد حتى التناسب بينهم. تجد علي رضي الله عنه وأرضاه يسمي أبناءه أبو بكر وعمر وعثمان. يا لها من محبة، محبة حقيقية أحبتي في الله، محبة حقيقية بلا شك. وهذا هو الحب الحقيقي، عندما يكون الإنسان يحب المرء ما يحبه إلا في الله، محبة عظيمة بلا شك. لأننا سوف نغادر هذه الدار وسوف نقف أمام المولى جل وعلا في ذلك الموقف العظيم. والله سوف تتخلى عنك الأموال، وتتخلى عنا القصور، وسوف تتخلى عنا الأنساب وكل شيء، إلا من أتى الله بقلب سليم. استمع إلي أيها المخالف، وأخواني كذلك، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب السليم الذي سلم من الشرك أولا، الذي سلم من الشرك أولا، ثم من الحسد والحقد وحب الرئاسة، يتخلى من هذه الأمور، سليم هذا القلب. الله بأن نتذكر بأننا سوف نقف أمام من خلقنا وأوجدنا، والكنز الحقيقي هو أمامنا الآن وهو المحبة. لا نبخل بهذه المحبة، وأن نكون صادقين بهذا الحب الذي ينجيك يوم العرض، يوم أن تقف أمام من خلقك وأوجدك. الحب في الله. حتى لو تلاحظون كلمة الحب شيء عظيم جدا يتعايش بها الآن الصديق مع صديقه، وتجد سبحان الله يتعايش بها الزوج مع زوجته، وتجد الأب والأبناء يتعايشون مع هذه الكلمة. فليس هناك حياة يكون لها طعم إلا بالحب. ولكن ما هو الحب؟ الحب عندما يكون في الله، عندما يكون في الله هذا الحب. فهنيئا والله لمن كان محبا ومحبا في الله ولا يريد إلا ما عند المولى جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحب الحقيقي، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، من المتحابين في الله، يوم أن نقف أمام الله في ذلك الموقف العظيم. ويقول المولى جل وعلا: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن الصنف السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. وحتى الأخوات يدخلن في هذا الحديث. اللهم اجعلنا ممن تحاب في الله، سواء كانت أخت مع أختها أو أخ مع أخيه. اللهم ارزقنا هذا الحب الحقيقي الذي ينجينا يوم أن نقف أمامك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.